مدرسة إيجيبت جولد الواقعة في مدينة العبور بمحافظة القليوبية تعد أول مدرسة تكنولوجية تطبيقية في مصر تعنى بتعليم الأجيال الجديدة فنون صناعة الحلي والمجوهرات. المدرسة معتمدة دوليا وتمثل انطلاقة نوعية في هذا المجال، وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم الفني. المدرسة أنشئت سنة 2019، خرجنا من عندنا 3 دفعات، والثلاث دفعات دول في 70% منهم شغالين عندنا في مجموعة الشركات عندنا والمصانع في كافة التخصصات الفنية والبيعية والتسويقية. توجهات المدرسة اللي هي تعليم حرفة صناعة الحلي والمجوهرات وإخراجها من الإطار العائلي وتوارثها للأجيال إلى أنها تبقى حرفة ومهنة مسموح للجميع إن هو يتعلمها. تقدم المدرسة منهجا متكاملا يشمل العلوم الأساسية والمواد الثقافية والفنية والتنمية البشرية إلى جانب تعاليم الدين واللغة العربية، مما يثري ثقافة ومهارات الطلاب. المدرسة هنا طبعا اهتمامها بالجانب العملي، لأن طبعا احنا عايزين نعد جيل قادر على الإبداع والابتكار في مجال الحلي والمجوهرات، وطبعا ده بيخدمه المواد النظرية الثقافية والمواد النظرية التكنولوجية عشان يطلع طالب مثقف أولا، مبدع ثانيا، مبتكر ثالثا. في النظري بندرس مواد نظرية عادية زي العربي، الانجليش، فيزياء، كيمياء، وفي العمل احنا عندنا كذا تخصص، بندخل كل التخصصات وكل الأقسام لحد ما بنكون قادرين اللي احنا نبقى قادرين على الإنتاج واللي احنا نخش سوق العمل. كاميرتنا جالت داخل المدرسة موثقة أجواءها والنماذج الفنية المعروضة في الواجهة، كما دخلنا مبنى الورش الفنية حيث يتعلم الطلبة والطالبات أساسيات التصميم والرسم تحت إشراف مهندسين متخصصين. هم عندهم رغبة وعندهم حب وعندهم مهارة، فاحنا بنستغل الحاجات دي كلها في اننا نوصل للاولاد دي بالمهنه بتاعتنا الحمد لله وخبرتنا في العمل اللي موجوده للحصول على المؤهل بتاعهم في صناعه الحلي والمجوهرات. اي ديزاين احنا عايزينه او اي ديزاين احنا عايزين نطور عليه بنشتغل على الكمبيوتر، بيبقى عندنا الكمبيوتر 2D و 3D بنشتغل عليه، بنخرج شكل او ديزاين ان احنا نقدر نصممه بعد كده في المدرسه. بعد كده بيدخل في مرحله الباس سيرفيس، وبعدين بنشتغل عليه حقن، بعدين بنشجره وبيخرج معانا معدن نقدر ان احنا نستفاد منه بعد كده. عن طريق برضك مشاركتي في المعارض وكذا خبره معارض، ببص على التصميمات الخارجيه، بشوف انهي حاجات اتعملت، في حاجات كتير ما اتعملتش، فبركز على الحاجات اللي ما اتعملتش، التيزة اللي انا بعملها، بشوف مثلا في فئه اكتر حاجه مستهدفه في الشغل بحاول ان انا اشتغل عليها. انا شغاله دلوقتي اللحام ده بتبقى بطانه مرحله بعد النشر. الاول بيبدا بالديزاين، بيبقى على الورق، بنحطه على النحاس، بنلزقه على النحاس، وبعدين بننشر بالمنشار الاركت. بعد ما بتطلع لنا زي ورده كده، ده اللي هو الديزاين. أكد المشرفون أن المدرسة تتبنى أسلوبا مبتكرا لتعليم فنون صناعة الحلي والمجوهرات، مما يؤهل الطلاب لدخول سوق العمل بكفاءة ومهنية عالية. احنا هنا في ورشة اسمها ورشة تزجة. التزجة دي عبارة عن بخلص فيها كل شغلي من أول التصميم على ورق لغاية لما بطلعه منتج يستعمل كحلي ومجوهرات. لم تغفل مدرسة إيجيبت جولد عن تحفيز طلابها، حيث تقدم لهم مكافآت مالية وشهادات معتمدة تؤهلهم للالتحاق بالكليات ومصانع الشركة، وكذلك لوحة شرف تكرم المتفوقين وتحفز الآخرين. هي المدرسة الأولى من نوعها في مصر لتعليم فن صناعة الحلي والمجوهرات بمقاييس علمية وفنية، لتخرج هذه الأجيال الجديدة للمستقبل وللتنمية والاستقرار. شكري عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين، القاهرة.